يبقى احسن. مش دول كفار، لكن على الاقل فيهم ناس بتفهم نقدر نتكلم معاهم. يا حبيبي لو الاخوان مسكوها ده يبقى احسن، على الاقل دول ناس واضحين وفاهمين. اي بيزنس مان في العالم يعتبر ثروه قوميه، محدش يقدر يجي جنبه. لكن لو عندنا لو واحد تعثر ما يصدقوا يقلبوا الدنيا على دماغه. يا عاصم بيه، احنا مش جايين نتكلم في السياسه، احنا جايين ناخد فلوس هنداوي بيه من سيادتك. ما احنا اتفقنا على جدولة المديونيه، ولا ايه يا محسن بيه؟ ما احنا مجدولين المديونيه 3 مرات قبل كده، وجايين في ميعادنا حسب الاتفاق. يا دكتور انا مش ممتنع عن السداد، انا متعسر. وانت انسى ال 100 مليون بتوعك. امال احنا هربانين وعايشين في لندن ليه؟ انا اللواء الشديد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. فين محسن بيه هنداوي؟ موجود فوق يا فندم. عايز اقابله ضروري. خير يا فندم. في اوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافه محتوياته. ليه يا فندم؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق اوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها، دي البلد كلها كانت. واي تبديد لاي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءله القانونيه. امضي. يا ديابي، أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان. القرضين الأولانيين أنا مسددهم بالكامل مع الفوائد. اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل إيه؟ في إيه؟ ولا حاجه ولا حاجه، واديكوا اتحفظتوا على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك أخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعادة الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عملية تجميل. اللي عايزة تكبر حاجة، اللي عايزة تصغر حاجة، اللي عايزة تشد، والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونة 100%، هتسدد للبنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهلة كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نقصر ومن غير اي حاجة. طيب احنا هنعمل إعادة تقييم لأصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا عندنا الحقيقة احنا عندنا كل حاجة. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب. ده أول وأكبر مصنع للصناعات الثقيلة في مصر والشرق الأوسط كله. ايه يا أم إبراهيم، ايه أم أحمد معاكي؟ موجودة اهي يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسة كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والأنفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنة الأساسية في البنية التحتية بتاعت مصر كلها. أنا مش شايف أي حديد خالص. لا، أصل النهارده نص يوم، يعني بنشتغل بنص القوة بس. يعني شوية شغل كده، يلا أيوه شوية شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني بتاع صلاة النبي، شوف النار طالعة ازاي، شوف النار كمان شوية نار حلوين. أيوه بس كويس قوي يا حلمي. كام حديده كده من النار بتاعتهم، تليفون في حتت مبلوله والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر. حاجه زي كده. ده بقى يا باشا، ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم. ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله. بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح هناك.
مشروع حلو قوي قوي. لا مصوراتي بسرعه. اتفضل حضرتك. ده مصنع هنداوي للدخان. ده اول واكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الاوسط. الحقيقه احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لان اتضح ان الاقبال عليه في السوق شديد شويه. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. انا بقول بلاش، انا عشان دخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء اجانب اسمهم الخرمونجيه. دول اللي بيحددوا نوعيه الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للاسف انا كان نفسي اقدم حاجه بس الدخان كله اتسحب. يا حلمي عمر يا فندم. علبه بتاعتنا من الانتاج الجديد مليانه كيوي. مليانه كيوي تروح للاولاد في البيت عند الباشا. تجهز فورا يا فندم، تجهز فورا بسرعه. عندنا. اولاد مين؟ اولاد حضرتك هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروه الحيوانيه. ده اول واكبر مشروع للثروه الحيوانيه في مصر والعالم العربي. ده للانتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمه موجوده بوفره في الاسواق. المعزه دي بتدي 3 معيز في اليوم. في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. ايوه يا فندم. بتفضلك معزه صغيره تحطها باكج ويروح للاولاد عند الباشا في البيت. اولاد مين؟ اولاد مين؟ والبطه، هات بطه قسمها وتوديها للاخوه في البيت. قطع البطه كده حتت بس حتت تكون كويسه وتوديها للبشوات في البيت. يلا نبدا هو من هنا. مين دول يا ابو حسين؟ مش عارف. احنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الارض. هات الماس يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ ما ينفعش كده. في ايه؟ هات ايدك. انت عايز ايه؟ ماس يا حلمي. ايه يا استاذ حمدي؟ حليتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا. شويه كسور على تربانه على كام جزع على كام خلع. ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي. عملت اشعه؟ نعم. اشعه اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك. ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتخليك يعني التكبير بتاعك يعني عايزين دي بقى تبقى كلها بعد كده. عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا. مالك؟ لا حول ولا قوة. استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا. ابو سيدي. طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي. اشوف ولادي. لا هنا زياره ممنوعه الحقيقه يعني. استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل ب60 نيل، انت فيك حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الاداره الجديده متربسه قوي. هو في ايه؟ هي البقره لما بتقع بتكتر سكنها. هم هاجوا علينا فجاه كده ليه؟ وهيستفيدوا ايه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعثرنا شويه، ايه يعني؟ الدول نفسها بتتعثر. محسن بيه، نظام باشا في انتظار سعادتك. ميرسي يا شكري باشا. السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك وحب يعمل لك شويه شوشره. ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده، وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه. مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى، عباس شريكي يا ابن سيادتك اخباره ايه؟ تمام. ده حتى هنا من الصبح. يا اهو شرف يا سيدي. اهلا.
بوبو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك؟ ازيك يا بوبو؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجينيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى ها؟ الواد ده لازم تبخروه. اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي هنداوي يا باشا، وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي مكلفه فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يأجروها. ملاهي؟ انا عايز اروح ملاهي ده. 3 بالله العظيم راجعه من بكره هتبقى ملاهي بوبس. ايوه يا محسن بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاهي؟ يا عم خلي العيال تلعب. نقترب كثيرا من هذه النهاية. شكرا جزيلا. دي ضربة معلم يا محسن باشا، دي معجزة. بشرفي انت ساحر. ايه اللي حصل ده؟ لهجة البنك اتغيرت خالص. يا ابني لسه قافل معايا. جدولوا لنا القرض وزودوا لنا المدة. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف احله. بوبس. نعم؟ بوبس. دي نظرية اقتصادية جديدة؟ دي نظرية بوبس لجدولة الديون المتعثرة وتوفيق الأوضاع. دي نظرية أمريكية؟ لا دي مصرية 100%. على فكرة يا باشا أنا كده متفائل قوي. متفائل بإيه؟ إحنا لينا فلوس بره كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزيادة كمان. أهم دول كبار رجال أعمال في البلد، اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغالة وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم، أنت أحق بيها دلوقتي. مين الأولاني ده؟ ده كريم ثروت. لنا كام؟ 45 مليون. انا لساني اتلوى معاك. غلبت اقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصريه دي. دولت ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا اي حاجه في البيزنس من اساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن. دولت ناس كوريكت بيس وبراكتيكال. عايز تجدول يجدولوا لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اي بيزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت. ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم. اي بيج يور باردن. متشكر يا ثروت. ايه الصوت ده؟ ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ حاجه طلعت يا ثروت، بيتنا اتخرب، خسرنا كل حاجه، بنك مانهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت. طب يا ثروت اجي لك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيت. عم جيت. على فين يا باشا؟ ايه؟ على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلحدار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيصلح دار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك. اتفضل. أقول له بره يقول لي جوه، أقول له جوه يقول لي بره، بره يقول لي بره. من ساعة ما خسر فلوسه في البورصة وهو على الحل. أقول له جوه يقول لي بره، بره. يا حبيبي يا هاشم. ولا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعثرين. رحت لفتحي الشواتفي لينا عنده 9 مليون وكسور. رحت له عنده زهايمر. اول ما شافني قال لي ازيك يا فاطمه؟
افتكرنا امه. طب بس عطيه ابو سريع. مين عطيه ابو سريع؟ عطيه ابو سريع بتاع الادوات الصحيه. اهو ده بقى لينا عنده كاش يعدي ال7 مليون، ده غير حصتنا في الفيلا اللي كنتوا خدتوها مع بعض. ايوه احنا لينا فيها النص، والفيلا دي تعدي دلوقتي ل 40 مليون. يا حبيبي هاشم. هاشم مين؟ انا بكلمك عن عطيه ابو سريع. موها chérie. Vas-y, حبيبتي ياسر. Ne pleure pas. Ne fais pas comme ça, chérie. Je suis malheureux. Ça me fait rien. Ça me fait rien, chérie. Merci قوي. اتفضلي. كل يوم بيعدي عليا أصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت إن أنا دفنت معاه. بعد الشر عليكي يا مهجة، مش معقولة هتفضلي تعيطي عليه بقية عمرك. انتي في عز شبابك وألف راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عطية الله يرحمه كان واطي قوي، ما سابش واحدة من أصحابي دول ما حاولش معاها. كتيرة قوي كنت أقفشه بيلعب في مناخيره، أقول له بتعمل إيه يا عطية؟ يقول لي بتسلى. وكتير قوي كان بيطلع له دمامل، يقعد يفعص فيهم لما تتفعس يحط صباعه في بقه. بيعمل صوت بشع وهو بياكل، كنت برجع. لكن أنا بصراحة غفرت له كل حاجة بعد لما مات. هفضل مخلصة له بقية عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جونتي طلع ذوق، مات بدري. الحمد لله. راجع هانم تشربي؟ سيل فو بلي رأفت كابوتشينو سان سكر. مهجة هانم؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الأسود بتاعي عشان أنا حزينة. ربنا يجعلها آخر الأحزان، أوكي؟ ماشي. على فكرة لطفي ألماس بقى هلكني، هيموت عليكي كل يوم موجع. بليز بقى حني عليه شوية. ما يصحش، ده كان صاحب جوزي. الله، وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه، والراجل من الجنطياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي. وعلى فكره جايب لك كوليه ديامون يجنن سينيه بلغاري. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا، يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام. يا طقطق ودلع يا يقول انا اتغير. ايه اللي انت بتعمله ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك. في العزا؟ لا، في الكاسيت. شيل ده بسرعه. حاضر. قولوا له ده انا برضه ساعات في حالات، مره زعل مره اديله عيني، مين فينا على حاله كل ما جاتش. رايحه فين يا راجل؟ خلاص بقى ماشي. بقول لك ايه، على بال ما تطرق الستات دول انا هوصل لغايه لطفي، وعلى بال ما اجيبه بقى تقلع الفستان الاسود ده، فاهمه ولا لا؟ أربار يا جماعه، فرصه سعيده اني شفتكم. باي يا روحي. باي. ساعة. محسن بيه هنداوي، سيادتك انا اسمي رأفت شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سرفست على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب يا رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس، على شويه سوداني سخنين، على شويه كاجو، ها؟ عشان دي الظاهر انها ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. رأفت عينيا يا باشا. هات لنا بقى ازازه تانية عشان شكل القعده كده هتطول شويه. ها؟ عينيا يا باشا. وباعتباري ست بفهم اقدر اقول لك ان مهجه بتموت فيك. ازاي؟ مهجه انسانه مش عاديه، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المده الطويله دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات، تبقى اكيد معجزه. هو ده بقى اللي مخليني مش عايز افرط فيها. اوكي يا محسن بيه، صدقني انا اول مره اعرف ان المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل سيب لي نمره تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. طب والفلوس؟ فلوس ايه؟ ال7 مليون دول برضو ما عندكيش فكره عنهم؟
مش حضرتك ماضي على الشيكات دي برضه ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونه وقلة الادب. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليا لبط ومش هتجيبيها البر. وليا؟ زعلتك وليا قوي واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شويه. اصبر اصبر اصبر. وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا يعني اللي حاصل؟ لا الحكومه عايزه تصبر ولا البنوك عايزه تصبر. اشمعنى انا اللي اصبر؟ والنبي سعاده الباشا الصوره اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذه موجه يعني صورينا عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وابعتهولي بلوتوث. ها يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا انجر. اقفل الباب يا رافض، مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا. مش كده؟ سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطيه الله يرحمه ده، مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركه عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان فيه طاطا ولا ميحه ولا حد ولا ميحه، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ ارمله يا عيني. ارمله ولابسه فستان اسود والفستان قصير ورجليك طالعه زي البنور. لما الفرح المعفن يخش له في 10,000 جنيه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. لما المرتب يخلص بعد اسبوع من الشهر وبقيه الشهر ناكل عيش حاف ده لو لقيناه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. يعني ابوها وامها موافقين؟ طايرين بيا يا باشا. والبنت بتحبك؟ اكتر من عمرو دياب سيادتك، وبتجيب لي دباديب كمان. دباديب والدوله هي اللي مش عايزه؟ ها؟ ايوه يا باشا. مين بالظبط في الدوله اللي مش عايز؟ ما كلهم حبايبنا. ما توديناش في ده يا باشا، يعني ما توقعناش في الغلط سيادتك. طب ما تروحي للكبير. كبير مين سيادتك؟ ما تروحي للرئيس. نعم. نعم ايه؟ تروحي لرئيس الجمهوريه. سيادتك عايزني اروح انا للرئيس اقول له ان انا عايز اتجوز تهاني؟ يعني هو سيادتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكيه وعليا وليفني وكندريزا رايس. الله مش رئيس؟ لا يا باشا سيادتك ده انا طب ساكت، يعني انا اقف قدام الرئيس وجها لوجه كده ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال اعتبرنا انا الرئيس. قول اللي جواك. يعني سيادتك مالك يا ابني في ايه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول مالك. بالنسبه يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. انا بقول نفسخ الخطوبه وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدوله مش ناقصه سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ انت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1270 جنيه كل شهر اقساط بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك. توك ايوه التوك توك، زائد 170 جنيه قسط الموبايل اللي انا بعملها في المناصره، ده غير منجد. حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت. مقفله في وشي زي الدومنه، والحكومه نازله في تصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحه والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيبي حد يمسك الرئيس بالطريقه دي؟ ما انا يا ريس تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح منها يا ريس. يا ابني انت عندك مشكله تهاني، انا عندي مشكله 80 مليون تهاني يا ريس. بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس. حرام عليكم. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي، انا حق عليا اللي سبت الشعب كله وعمال اسمع واحد فاسل زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك.
معلش يا باشا، من غلبي، انا اصلي على باب الله. يا ابني كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ اه مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلموا على موضوع تهاني. تهاني انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيته وتزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. عجل هلا. منورنا يا محسن بيه. اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟ ما انت زي القمر اهو. اصل الواد رأفت وراني صوره ليك امبارح، كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضو كان بيقول لي كده. كان بيقول لي كده، انما ايه ده كله بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رأفت موصيني على حضرتك بالذات. انت عرفت رأفت ازاي؟ في الكليه، اصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمه اجتماعيه، وحبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رأفت دخل تجاره وانا دخلت اداب، وبعد ما خلص تجاره كمل في حقوق وانا كملت في رياض اطفال، وهو دلوقتي ايه ما شاء الله في المعهد العالي لاعاده اعداد القاده المتوترين. انتوا مقضينها بقى شهادات ومفيش جواز. هنعمل ايه بقى يا باشا؟ ما احنا عايزين نكون نفسنا. ما انتوا بقالكوا 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رأفت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رأفت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. الاقساط وانا معدي هنا بالاقساط. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا ده رأفت؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصه اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال، والله يا ابن حلال. مش انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ تهت ازاي؟ ايوه يا راجل. اسمعيني بقى يا بنتي، انت مش فاهمه ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبه وطبت على دماغي. الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي. انا كنت فاكره كده. تهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البوسطه اصلا متاخره ولازم تفضلي النهارده. شويه فول بقى يا باشا، عموله مخصوص من عند الجحش. كيف تروح علمي؟ دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما دريتش بنفسي. راجيه بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسة الجدوى بتقول إن القناة الفضائية هتخسرنا كتير. الله، مش أنت قلت لي إن أي مؤسسة اقتصادية يلزمها مؤسسة إعلامية عشان تسندها؟ كوبايه ميه لو سمحت. يا فندم لو سمحت بعد اذن حضرتك عايز اقول حاجه مهمه جدا. المؤسسه الاقتصاديه نفسها منهاره، فهل من المنطق ان احنا نجيب مؤسسه اعلاميه تسند الاقتصاديه؟ هذا سيزيد الانهيار بله كده. وبعدين يعني كما تعلمنا مع حضرتك ان دراسات الجدوى مع احترامي لها، دراسات جدوى في كثير من الاحيان بلا جدوى. وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصاديه، وانا بتكلم من منطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات اخرى، لكن في حالتنا لا. يا رأفت مالك؟ انا اسف جدا يا فندم. سيادتك انا اصلي اول مره بشوفها بالنهار. سيادتك تشوف ايه؟ حسب تعليمات سيادتك. ايوه، انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت ولطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشي؟ انا مش فاهمه. هو فكر كده؟ لا ده يبقى شكاك. كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 لا، مفيش أي خلاف بيني وبين الدولة، بالعكس ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل. إحنا بس عايز أقول لحضراتكم على خبر جديد، اللي إحنا قررنا تغيير اسم قناة
هنداوي الفضائيه الى قناه بوبوس الفضائيه. ليه؟ لان بوبوس بيدي معنى يا نهار أبوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح اطروحه اقليميه يعني تمتد الى البحر الابيض المتوسط، فيه مفهوم بحراوي ابيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحيه الاقتصاديه في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمراه وتختص يعني بالمزز برضو لو في بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناه بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناه هنداوي تعبر عن الحاله الاقتصاديه وخاصه في البحر الاحمر، والامور البحر الاحمريه واضحه كما يلي فهناك. بحر احمريه ده انت الاحمريه، انت مالك انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناه بوبوس الفضائيه تنطلق من مدينه الانتاج الاعلامي؟ لا، هي هتنطلق من هنا، من قلب بيتي. بيتك يا روح امك احتليته. ايه فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو مالكي، ثانك يو فيري ماتش مالكي. بره امشي من هنا بره. بيتك ولابس بدله فوزي. انا بدله مين؟ اقلع البدله دي، اقلعها. يلا ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. قلع ده كمان؟ اقلع. ده حتى ريحته معفنه راخر، والزار كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا هجري بقى. مش هسيبك.